أهلا بيكم في استوديو كي. أنا رنا الشريف. وأنا هشام أحمد. في استوديو كي إحنا بنرجع للحظات الفيروسية اللي كلنا شفناها وبنحاول نفهم إيه اللي وراها بالظبط. يعني بنبص على الديناميكيات الشهرة ورد فعل الناس والضغوط اللي مش بتتشاف اللي بيعيشها مشاهير الإنترنت. والنهاردة عندنا حالة ممكن نقول معقدة ومثيرة للجدل جدا. هنتكلم عن واحد من أكتر الشخصيات شهرة على الإنترنت في العالم. داريان واتكنز جونيور، أو زي ما ملايين الناس تعرفه IShowSpeed. الشاب اللي تحول من مجرد جيمر مراهق لمليونير وهو عنده 16 سنة. وبنى شخصية أونلاين صاخبة جدا، فوضوية ومثيرة للجدل لأبعد الحدود. إزاي أصلاً قدر يحقق النمو الانفجاري ده؟ والسؤال الأهم، إيه هي التكلفة الحقيقية للشخصية دي؟ وهنركز النهاردة بشكل خاص على زيارته لمصر، الزيارة اللي قلبت الدنيا وكشفت عن الصدام اللي بيحصل لما الشهرة الرقمية العالمية دي تخبط في الواقع. بالظبط، لما تخبط في ثقافات مختلفة وفي حدود حقيقية. خلينا نبدأ ونحلل قصة IShowSpeed. يلا بينا. طيب، عشان نفهم اللي حصل في مصر لازم نرجع للبداية خالص. دارين واتكنز جونيور اتولد في 2005 في أوهايو. بدأ قناته على يوتيوب في 2017. وكان بيركز على ألعاب زي NBA 2K وفورتنايت، بس البداية يعني ما كانتش مبهرة خالص. بالعكس، دي كانت متواضعة لدرجة ممكن تحبط أي حد. في قصة مشهورة عنه إنه مرة عمل بث مباشر لساعات وكان عنده مشاهد واحد بس. واحد بس؟ وبعد فترة بقوا 4، بعدين 20. بس هو كان مصر بشكل غريب، كان بيعمل بث كل يوم بغض النظر عن أي حاجة. والإصرار ده كان له تمن. علاقته بوالدته مثلا اتأثرت جدا. طبعاً درجاته في المدرسة كانت سيئة جداً، فوالدته طردته من البيت. قالت له لازم توقف اللي بتعمله ده، فاضطر ينقل يعيش مع والده في ديترويت عشان بس يكمل ستريمينج. النقطة دي بتورينا هو كان شايف الموضوع إزاي. هو راهن بكل حاجة على الحلم ده. والدته نفسها اعترفت بعد سنين إنها ما كانتش فاهمة هو بيعمل إيه. هي كانت شايفة ابنها بيفشل في دراسته وخلاص. بالظبط. والرهان لقيت نتيجة، وبسرعة انفجارية. وهو عنده يدوب 16 أو 17 سنة كان بقى مليونير. واللي لفت للنظر قوي في كلامه عن الفترة دي إنه بيقول إنه كان مركز في الشغل لدرجة إنه ما حسش بحجم الفلوس اللي معاه. لدرجة إن أول حاجة كبيرة اشتراها كانت بيت لوالدته. دي مفارقة غريبة، نفس الأم اللي طردته عشان يوقف ستريمينج. ده بيوريك إن الدافع في الأول ما كانش مادي قوي قد ما كان إثبات للذات. لكن طبعاً ده اتغير. أكيد، لما كبر شوية اشترى لامبورجيني وعربية تانية وسلسلة $50,000. واعترف بعدها إنه ندم على السلسلة دي. قال إنه مش بيلبسها وبيعتبرها فلوس ضيعة. بس خلينا نروح لسر النجاح نفسه. هو ما كانش في الألعاب، صح؟ لا خالص. السر كان في الشخصية اللي خلقها، شخصية IShowSpeed. شخصية صاخبة غير متوقعة ومليانة بلحظات غضب وصراخ. بالظبط كده. هي دي المقاطع اللي انتشرت زي النار في الهشيم على تيك توك. وهنا بقى السؤال المهم، هل دي شخصيته الحقيقية ولا ده مجرد كاركتر؟ المصادر بتقول إن الخط الفاصل بينهم شبه اختفى. هو دخل في حلقة مفرغة خطيرة جدا. اللي هو كل ما يتصرف بجنون أكتر كل ما الجمهور يكافئه بمشاهدات أكتر؟ بالظبط. وده بيشجعه إنه يزود جرعة الجنون المرة اللي بعدها، فبقى فيه ضغط نفسي رهيب. وخصوصاً إنه جمهوره نفسه بيتوصف إنه توكسيك أو سام جداً. لأبعد الحدود. العلاقة بينهم مش طبيعية. جمهوره كان بيشارك في صناعة الفوضى دي. زي إيه؟ كانوا بيعملوا عليه هجمات إلكترونية منظمة، DDoS attacks، عشان يقطعوا عنه الإنترنت وهو في نص البث. يعني كانوا بيهاجموا المنتج اللي هم بيتفرجوا عليه؟ كأنهم بيستفزوه عشان يوصلوه للحظات الانهيار دي اللي هم بيحبوها. هو بقى تحت رحمة مزاجهم. والمشكلة إنك بقيت مش عارف إيه الحقيقي وإيه التمثيل. أحياناً كان بينزل فيديوهات حزينة وباين إنه متأثر بجد. والناس كانت بتشك وتقول ده تمثيل عشان يكسب تعاطف. هو خلق وحش بقى مش عارف يسيطر عليه. والاستراتيجية دي يعني مرهقة ومدمرة على المدى الطويل. وبتكون أخطر لما تاخد الشخصية دي وتخرج بيها للعالم الحقيقي. وده اللي حصل لما بدأ يعمل بث مباشر من دول مختلفة. شهرته زادت بس مشاكله كمان زادت. وزيارته لمصر كانت المثال الأوضح على الصدام ده كله. مع إن البداية في مصر كانت كويسة جدا، صح؟ ممتازة. راح الأهرامات وعمل بث من جوه الهرم، وكان منبهر بالتجهيلات اللي اتعملت له عشان يكون في نت جوه.
المعلقين على رحلاته قالوا إن الجزء ده كان فاير، يمكن أحسن حاجة في جولته في أفريقيا كلها. لكن الصورة دي اتغيرت بسرعة قوي. أولاً حصلت مشاكل تنظيمية ولوجستية. المرشد السياحي اللي كان معاه كان بياخدوا أماكن غريبة وعشوائية. بالظبط، زي سطح بيت قديم مليان حمام وكان هيقع من عليه. المشهد ده للمشاهد الأجنبي بيرسخ صورة سيئة جداً عن البلد. بس هل اللوم هنا على المرشد بس، ولا على فريقه هو اللي مفروض يكون مخطط أحسن؟ دي نقطة مهمة. جزء من المشكلة هو الارتجال اللي بيميز أسلوبه. الارتجال ده في الاستوديو حاجة، وفي بلد زي مصر حاجة تانية خالص. وده ياخدنا للمشكلة التانية، الأمن والجمهور. الزحمة كانت فظيعة حواليه، وده متوقع. لكن اللي ما كانش متوقع هو عنف الجردات المصريين. الفيديوهات كانت بتوضح إنهم بيضربوا الناس وبيزقوهم بشكل مبالغ فيه. لدرجة إن سبيد نفسه وهو في العربية سألهم: إحنا ليه بنجري؟ ليه كل العنف ده؟ هو نفسه كان مستغرب. وهنا حصل صدام ثقافي تاني. الشات في البث المباشر اتملى تعليقات سلبية. الناس بدأت تقارن مصر بكينيا وإثيوبيا، ويقولوا إن التجربة هناك كانت أحسن، وبدأت الإهانات تظهر لمصر. وهو نفسه زود الطين بلة لما اشتكى إن كل حاجة في مصر صعبة وبتحتاج تصاريح. هو طبعاً مش فاهم طبيعة الإجراءات، هو شايفها مجرد عقبات بتمنعه يعمل شغله. والدراما وصلت للذروة لما الفيديو بتاع البث نفسه اتحذف من يوتيوب. بسبب حقوق ملكية. القصة دي تفاصيلها مهمة جداً. وهو في مركب في النيل كان مشغل أغاني، منهم أغنية لعمرو دياب ومهرجان. بيتقال إنه لعصام صاصة. بالظبط. فصاحب حقوق المهرجان عمل بلاغ ليوتيوب، لكنه ما طلبش النسبة من الأرباح بس. لا، ده طالب بأرباح الفيديو كله. وهنا بقى المشكلة. نظام يوتيوب أحياناً بيدي الحق ده لصاحب المحتوى، بس في الحالة دي الموضوع كان شكله انتقامي أكتر. وخصوصاً إن جمهور سبيد أجنبي، فأرباح الفيديو كانت ممكن توصل ل$15,000. فعلاً. ففي الآخر فريقه قرر يحذف الفيديو كله عشان يخلص من المشكلة. اللي حصل في مصر ده كله عرض لأزمة أكبر بكتير. أزمة شاب بنى نجاحه على شخصية فوضوية، ودلوقتي بقى محبوس جواها. تخيل تبقى مطلوب منك تكون مجنون طول الوقت عشان ترضي جمهور. صمبي بيضغط عليك. ده غير ضغط المنصات نفسها ومشاكل زي حقوق الملكية، وفوق كل ده الإرهاق العقلي والجسدي. هو لازم يفضل سبيد حتى لو دارين نفسه تعبان أو مش قادر. وده بيوصلنا للأسئلة الأهم: مين المستفيد من الفوضى دي؟ سبيد؟ المنصات؟ الجمهور؟ ومين اللي بيدفع الثمن؟ هل هو صحته النفسية ولا سمعة الأماكن اللي بيزورها زي ما حصل في مصر؟ حالة سبيد هي دراسة مثالية للشهرة في العصر الرقمي. قصة عن النجاح السريع، المسؤولية، والاحتراق النفسي. في النهاية، قصة ايشو سبيد دي بتجبرنا نفكر في المحتوى الفيروسي اللي بنستهلكه كل يوم. بنشوف لقطات صاخبة ومضحكة، بس نادراً ما بنفكر في الإنسان اللي ورا الشاشة. بالظبط، والتكلفة الحقيقية اللي بيدفعها عشان بس يفضل ترند. المرة الجاية لما نشوف لقطة فيروسية لشخص على الإنترنت، يمكن نسأل نفسنا: إيه القصة اللي مش متشافة ورا الكاميرا؟ وهل إحنا كمشاهدين جزء من المشكلة دي؟